السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا مبسوط جدا 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 يعني الفيديو ده أنا عارف ممكن الناس تقول لي أنت إزاي بتعمل فيديوهات تمريض وكده وده فيديو استثنائي مفيش أي كلام بعد الأهلي اللي عمله امبارح. بجد يعني فرحنا جدا جدا جدا. إيه الجمال ده؟ إيه يا عم الروعة دي؟ إيه يا عم كلمة السعادة يعني اللي أنت عايشنا فيها امبارح دي؟ أنا شخصيا كنت بقول الأهلي هيطلع مهزوم. انا والله في حقيقي كنت بقول كده، الاهلي هيطلع من الماتش ده مهزوم بجد. عاش الاهلي، عاش البطل، عاش كل لاعب محترم في النادي الاهلي. الاهلي عمل ماتش فعلا يعني روعه 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 روعه. هو ده الاهلي، هو ده الاهلي اللي تعودنا عليه. هو ده الاهلي لما يعني بيقرر انه يكسب هيكسب خلاص، حتى لو ايه باللازم كده. يعني جماهير العين الامارات امبارح يعني قبل الماتش يعني قال كلام وحاجه مسخره، قال كلام حاجه يعني والله لو اسمعكم يعني فضيحه ليهم بجد، فضيحه فضيحه فضيحه. حتى جمهور الزمالك فعلا قد ايه تحس ان الزملكاويه يعني طبعا مش كلهم، فيهم ناس يعني ما شاء الله يعني قبل الماتش بيشجعوا. لا يعني العين الاماراتي هيكسب ب 3-0 والاهلي هيروح معيط والاهلي هيروح زعلان. ايه يا جماعه ده؟ ايه يا عم اللي انت بتقوله ده يا عم؟ يا عم والله العظيم الاهلي عمل ماتش جامد، وسام ابو علي روعه 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 يعني بصراحه. من اول ما نزل الماتش الاهلي ضاغط، مش عايز اقول لك اللعيبه كلها رجاله 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 بجد ما شاء الله ما شاء الله والله. الف مبروك للاهلي وجمهور الاهلي والف مبروك لاي حد بيدعم الاهلي وبيشجع الاهلي. كابتن الخطيب طبعا مفيش كلام، شخصيه محترمه، انسان محترم، انسان رزين كده، انسان هادي بجد. فرحتونا جدا امبارح، فرحتونا جدا جدا جدا. الاهلي النهارده لعب مباراه للتاريخ يا جماعه، والله العظيم لعب مباراه للتاريخ ما فيش اي كلام، وتاهل لدور نصف النهائي. يعني بص، حتى لو الكاس ده يعني حاجه شكليه كده الاهلي يفوز على العين الاماراتي، الموضوع يعني خلاص. الاهلي النهارده يعني بفوزه ده اتأهل لدور نصف النهائي لكأس الأندية، كأس أندية العالم، علشان يقابل الفايز من الفايز يوم 14 ديسمبر 14 ديسمبر في العاصمة القطرية بإذن الله بإذن الله بإذن الله. يوم 14 ديسمبر الفوز يكون للأهلي بإذن الله بإذن الله. طبعا يعني الأهلي هيكون بيلعب مباراة كبيرة جدا، مباراة جامدة جدا جدا جدا. هو بالنسبة للماتش امبارح ده الأهلي كان بالنسبة له كده كان إيه كان بيسلك سنانه، كان بيقول لهم احنا جايين ان شاء الله، استعدوا باذن الله. يعني ال 14 ديسمبر ده هيكون ماتش للتاريخ باذن الله. كانوا بيقولوا ماتش العين الاماراتي ده للتاريخ، لكن لا، ده العين الاماراتي ده كان يعني حلاوه كده. كان الاهلي يعني كان بيحفز بس نفسه كده ومن جمهوره العظيم اللي جه شجعه واللي جه حضر واللي جه عمل التشجيع اللي ما حصلش قبل كده. طول عمره هو ده جمهور الاهلي، طول عمره هو ده جمهور الاهلي، على الحلوه وعلى المره معاه. بجد 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 كان حاجه تشرف امبارح. يعني استاد القاهره كان حاجه تشرف 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 امبارح. انا والله العظيم انا مبسوط جدا. انا مش عارف اتكلم بصراحه، بس يعني اللي الاهلي عمله امبارح ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. باذن الله 14 ديسمبر باذنك يا رب باذن الله في العاصمه القطريه الدوحه ان شاء الله هنقابله يعني الفايز من الفريقين الكبار جدا طبعا، اذا كان امريكا الشماليه او امريكا الجنوبيه. وباذن الله باذن الله الفوز للاهلي ان شاء الله، باذن الله الفوز للاهلي، ويفرحونا زي ما فرحونا امبارح كده ان شاء الله. انا بس يعني والله كان نفسي اجيب لكم جماهير العين بتقول ايه وجماهير الزمالك بتقول ايه قبل الماتش. يعني والله العظيم بس حقيقي جماهير الزمالك حاجه تحزن، حاجه تحزن، حاجه تكسف. يعني هو معقوله في جماهير في الزمالك بتكره النادي الاهلي بالطريقه ديت،
بتكره النادي الاهلي بالمنظر ده؟ ليه كده؟ مش الدرجات يا جماعه والله، مش ده كوره. احنا يعني احنا لو الزمالك بيلعب انا معاك، في ناس كده وفي ناس كده، بس لا مش بالغل او بالحقد اللي موجود في جمهور الزمالك ده. لا لا لا، امبارح والله العظيم فعلا يعني الزمالك، جمهور الزمالك يعني قال كلام والله عيب يتقال، والله عيب، والله لو سمعتوه لو زدت لكم دلوقتي هتزعلوا جدا، بس مفيش داعي. ده فيديو استثنائي. مليون مبروك للاهلي، مليون مبروك للخطيب ولاداره النادي الاهلي، وطبعا الكبير مارسيل كولر طبعا. مليون مبروك لجماهير الاهلي ولاي حد بيحب الاهلي وبيشجع الاهلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.